باقي شهر تقريبا على الموسم الأخير ونهاية الملحمة التي استمرت ل9 سنوات. مسلسل فتح باب الجديد للمسلسلات وشجع الناس على الاستثمار في هذه النوعية من الأعمال الدرامية والتي نتج عنها أعمال رائعة خلانا ننسى هوليوود تقريبا. هذا المسلسل مميز لأنه رغم كونه مسلسل فانتازيا إلا أنه ليس معركة واضحة بين الخير والشر كما شاهدناه في لورد اوف ذا رينجز، بل الفارق بين الأخيار والأشرار رمادي. كل شخصية فيها جانب الخير وجانب الشر، كل شخصية لا تفعل شيء لوجه الله ولها أهداف ومصالح، رغم وجود كل الكائنات الخيالية مثل التنانين والعمالقة والوايت وولكرز، ورغم وجود السحر والشعوذة، إلا أن هذا لم يجعل كون أبطال الفاعلين الرئيسيين إلا البشر ولا غيرهم، وخططهم البشرية وخبث مدائهم هي التي تحدد القصة ومسارها. المسلسل مصنف مسلسل فانتازيا إلا أنه في الحقيقة مسلسل درامي ملحمي سياسي رائع. الشيء الثاني المميز في هذا المسلسل هو إيجاده لعالم جديد، عالم بخرائطه وقاراته وأراضيه وشعوبه ولغات جديدة وتاريخ مفصل ودقيق يستمر الآلاف السنين، وكله من إبداعات وخيال هذا الكاتب المجنون جورج مارتن. والشيء الثالث والأهم في المسلسل هذا عدم وجود أبطال رئيسيين واضحين من البداية. كل الأشخاص معرضين للموت في أي لحظة، ابتداء من الحاج نيد ستارك الله يرحمه. لا يهم كونك ملك وكونك بطل وكونك صاحب أكثر ظهور في الحلقات، في أي لحظة يقرر جورج مارتن يبعث فيك ملك الموت ستموت. No exceptions. خلال 7 مواسم من المسلسل و4 كتب كتبها جورج مارتن فيها تفاصيل أكبر من المسلسل استعان بها المشاهدين للبحث عن أجوبة لأسئلة المسلسل. قدم لنا الكاتب العديد من الأسرار والأسئلة في المسلسل، عرفنا أجوبة هذه الأسئلة بعضها في خلال المواسم اللي فاتت، لكن بقيت العديد منها تحتاج أجوبة شافية في الموسم النهائي، لأنه خلاص ما عادش فما موسم آخر، يعني توا وقته باش تجيبوا لنا الأجوبة. في هذا الفيديو سنستعرض أهم الأسئلة هذه التي بنيت حولها الكثير من النظريات اللي بعضها أيضا مجنونة لدرجة لا تصدق. طبعا قبل ما نبدأ هناك حرف، إذا ما شاهدتش المسلسل شوف المسلسل وبعد تالي أرجع. ما هي طبيعة النار التي ينفثها فيزيريون بعد أن تحول إلى وايت؟ من أكبر مفاجآت الموسم السابع قبل الأخير كان موت فيزيريون على يد النايت كينج. تقريبا كنا نتوقع كل الشخصيات تموت، لكن تنانين دينيريس ظننا أنها خارج حسابات المؤلفين، قلنا هؤلاء أدوات وليسوا في النهاية أبطال، لكنهم فاجأونا مرة أخرى بعد أن شفنا فيزيريون يموت بسهم ساحر، ونؤكد على كلمة ساحر ما هوش سهم عادي، من النايت كينج. وفاجأونا أكثر عندما أقامه من الموت وضمه إلى جيشه، وهنا عرفنا قوة نايت كينج الجبارة. وتفاجأنا أكثر لما شفناه ينفث نار زرقاء من الأول، والكثير أيضا قال نفس الشيء أنه ثلج آيس سحري في شكل جليد ملتهب، ما عرفوش تفاصيل هذه، والبعض قال لا هي نار زرقاء مثل ما عندنا الوايلد فاير اللي لونها أخضر، نار فيزيريون زرقاء لسبب لا نعرفه. وكل هذا لا نعرفه لأنه ما استعملوش في أشجار ولا أي شيء، استعملوا لإذابة الجدار الجليدي، هو جدار من الجليد من الثلج، وأذابه لهذا الثلج لا يحترق حتى نعرف طبيعة هذه طبيعة اللي يخرج لينفثه فيزيريون التنين الجديد الذي يستعمله النايت كينج. والسؤال الذي يطرحه قارئي الكتب أنه كيف استطاع إبطال سحر أطفال الغابة الذي وضع في الجدار خصيصا لردع وايت وولكرز بالذات دون غيرهم؟ كيف استطاع في النهاية؟ هل نايت كينج استعمل سحر ضد سحر؟ كيف استطاع؟ وهل الأطفال الغابة مقراوش حساب هذا التنين أو ماذا؟ هذا إجابة إن شاء الله نعرفها في الموسم الأخير. وأيضا نعرف ما مصير فيزيريون المسكين، سيموت سيعود بسحر ما، الله أعلم، سنرى بعد شهر. مرتبة 9، ما هو مصير ابن سيرسي التي حامل من جيمي؟ شفنا في حلقة سابقة في فلاش باك، في حلقة معينة أظن في الموسم الرابع، في فلاش باك سابق عندما سيرسي كانت صغيرة كيف قابلت ساحرة في الغابة، الضفدع يسموها البعض ضفدع يسموها البعض ماجي. أخبرت سيرسي بنبوءة أنها سترضع ثلاث أطفال الكل يموتوا، ثم شاهدنا أن أطفاله الكل ماتوا، مارسيلا ماتت، جوفري مات، تومن مات، وفي نهاية الموسم القبل الأخير شفنا أنها حامل من جيمي بطفل رابع. هذا يخالف نوعا ما نبوءة الساحرة. هل النبوءة اللي عرفناها ناقصة؟ هناك كمالة ما شفناهاش في المسلسل أو في الكتب، حتى في الكتب نفس الشيء هناك، يعني سنراها الآن في المسلسل، أم أنها لن تلد طفل سيجهض، أم أن سيصير ماذا سيحدث؟ لأنه في النهاية ابن سيرسي هذا
ليس أكيد إذا ولد سيكون له دور مهم جدا في المسلسل. من سيقتل سيرسي؟ أيضا هو نفس نبوءة الماجي الساحرة، عندما تنبأت أن أطفالها الكل سيموتوا، تنبأت أيضا أنه الأخ الأصغر سيقتلها، أي قتل الأخ الأصغر. سيرسي طول الوقت حاطة في بالها أنه الأخ الأصغر يقصد بها تيريون، لكن هناك احتمال يكون جيمي لأنه ولد بعدها بلحظات، ويمكن أن يكون أخ أصغر ليس بالضرورة أخوها هي، يكون أخ أصغر من أخوات آخرين، مثلا الهاوند هو الأخ الأصغر مقارنة بالماونتن. هذا السؤال فتح الباب للكثير من التكهنات والكثير من النظريات، بعضها تافهة جدا وبعضها فيها وجهة نظر، والإجابة صحيحة في النهاية سنعرفها عن الموسم النهائي. اللقاءات في الشمال، هناك كثير من اللقاءات الغريبة ستحصل، وسننتظر بفارغ الصبر مشاهدة ما سيحصل فيها. أولهم اللقاء بين بران وجيمي اللي رماه من فوق البرج وتسبب بشلاله، ثم اللقاء بين آريا وميليساندرا واللي هي محطوطة في قائمة آريا، ثم اللقاء بين آريا والهاوند مرة أخرى، لقاء سيكون مشوق، وأيضا لقاء آريا مع بيريك توندارين اللي موجود أيضا في قائمتها، ولقاءات كثيرة. كثير من الشخصيات المتشوقة لقتل بعضها سيلتقون تحت سقف واحد وفي صف واحد في معركة فاصلة واحدة وهدف واحد، ولقاءاتهم ستكون قطعا مشوقة. ماذا تفعل سانسا في الشمال؟ بعد معرفتها بحقيقة أنه جون سنو ركع لدينيريس، وبعد معرفتها أنه أصلا ليس أخوها وأنه إيغون تارجاريان ليس بين جون سنو بل هو ابن عمتها ليانا، هل ستبقى سانسا في ولائها لجون سنو؟ هل ستقبل بكل ما سيقوم به لاحقا بناء على هذه المعلومتين الهامتين؟ أم أنها ستخطط لتصبح هي سيدة وينترفيل وملكة الشمال، خاصة أن الشمال أيضا صار يقبلها ويدين لها بالولاء والمحبة؟ نعرف أن سانسا تطورت شخصيتها بشكل كبير في كل المواسم السابقة، تعلمت الخبث والدهاء وقويت شخصيتها نتيجة معاناتها الطويلة في كينغز لاندينج، وتحولت من الطفلة المدللة لنيد ستارك لأكثر الشخصيات النسائية المفضلة لدي في المسلسلات. لها هيبة وحنكة وذكاء أثبتته في آخر حلقة من الموسم السابع عندما لعبت بليتلفينجر داهية ويستروس وأعدمته في ذلك المشهد الرائع، لتثبت أنها تعلمت الكثير في محنتها، وبالتأكيد سيكون لها دور هام جدا في الموسم الأخير، لكن كيف وفي أي اتجاه؟ هذا هو اللغز. هل تيريون سيقوم بخيانة دينيريس؟ هذا سؤال غريب يستغرب منه الكثير، لكن هناك نظرية تدور حاليا وبصراحة نشوفها منطقية، أن تيريون متحالف بالسر مع سيرسي. نعم، نظرية غريبة، قلت مش تقول نظرية غريبة جدا، خاصة أنه نحن نعرف سيرسي قديش تكره تيريون وأنها كانت تريد أن تقتله، لكن لنقوم بمراجعة الحقائق. عندما تيريون دخل ليقنع سيرسي ونصحه الجميع بعدم الذهاب، وذهب تكلم معه وتناقشوا كذا، وحتى ظننا أن سيرسي ستقتله، لكن في لحظة ما تيريون عرف أن سيرسي حامل، وهنا مشهد انقطع فجأة، ما وروناش شنو صار من بعد. وبعد فجأة شفنا سيرسي خرجت وأعلنت عن تحالفها الوهمي مع دينيريس، ثم شفنا شنو عملت سيرسي بغدرها وإرسال الجولدن كومباني، واللي صار قرارها أن تستجمع قواها لمحاربة من تبقى من الحرب الشمالية لمن يتبقى. كلنا نعرف سيرسي غدار، لكنها ليست غبية، شاهدت الوايت، يعني تعرف حقيقة الوايت وولكرز أنهم ليسوا خرافة وأنهم خطر حقيقي. إذا انتصروا في معركة الشمال سيكون دورها هي القادم، وكلنا نعرف الوايلد فاير الذي تملكه أيضا سيرسي، يعني ممكن إذا مسألة بين الوايت وولكرز وجيش سيرسي، هي عندها وايلد فاير التي ستستعمله ممكن لحربها ضد الوايت وولكرز، لكنها أيضا شاهدت تنانين دينيريس. كما نعرف أن سيرسي ليست حمقاء، ليست غبية لتواجه تنانين تعرف أنها مسبقا ستهزم مقابلهم. ما فعلته هو على الأغلب نتيجة معلومات أو تسريبات، لديها جاسوس في صف دينيريس باحتمال كبير جدا، وهذه عندها معلومة أنها خسرت أحد تنانينها. في المسلسل جابونا عندما تكلمت مع جيمي أنها تكهنت أنه التنين الثالث وين، لماذا ما جاش مع دينيريس، والبعض قالوا أنه هي حسبت حساب وكذا. أنا هذا الشيء نراه بعيد، سيرسي أبعد ما يكون أن تعول على الأوهام وعلى الكلام. رهان سيرسي على كون التنانين سيقتلهم النايت كينج أكيد سيكون بناء عن معلومة ما،
وهناك احتمال كبير أن تيريون أخبرها بما حصل لفيزيريون، وهنا رهان سيرسي أن دينيريس وجيشه سيخسر، وأن الدواء الوحيد للجيش النايت كينج هو الوايلد فاير. وهنا أيضا يكمن سر الطفل في بطن سيرسي الذي شاهده تيريون. هل تيريون أخبرها أن دينيريس لا تنجب وأنها خسرت أنها خسرت تحت واحدة من تنانينها؟ هل حقا تيريون سيقوم بخيانة دينيريس، خاصة أن أحد السحرة، أظن الساحرة الأولى لقتل خال دروغو، تنبأت لدينيريس أنها ستتعرض لخيانات عديدة؟ هذا في الكتاب، أنا ما قريتش الكتاب يعني. وأهم شيء أن المنتجين أعلنوا أن كثير من الخيانات والمفاجآت في الموسم الأخير ستحصل. ماذا سيحصل؟ هل تيريون سيخون دينيريس أم لا؟ هذا ما سنراه بعد شهر. ماذا ستفعل ميليساندرا؟ شفنا ميليساندرا غادرت ويستروس وقالت لفارس أنها ستعود للمرة الأخيرة، لكن لماذا غادرت ولماذا ستعود أصلا؟ كلنا نعرف أن هي من متبني ومدافعي نظرية الأزور أهاي الذي سينقذ البشرية ضد خطر القادم من الشمال، وأن قضيتها الأولى هي هذه، لكنها غادرت قالت ستعود. ذهبت لجلب شيء مهم بالتأكيد سيساعدهم في هذه الحرب، لكن ماذا ستجلب؟ هذا هو السر وننتظر الإجابة. كيف سيتصرف جون سنو مع دينيريس عند معرفته بحقيقته؟ الكل تأكد الآن أنه جون سنو ليس باسترد، ليس ابن غير شرعي لنيد ستارك، هو ابن ريجر تارجيريان، الأخ الأكبر لدينيريس، يعني ابن أخ دينيريس صارت عمته، وليانا ستارك أخت نيد ستارك هي أمه، وأنه أيضا اسمه ليس جون، اسمه ايجون تارجيريان. هذا أصبح محسوم منه، شفناه وتأكدنا منه، لكنه لم يعرف إلى هذه اللحظة بهذه الحقيقة. إذا عرف هذه الحقيقة كيف سيتصرف؟ أكيد بران سيخبره بالحقيقة، لأنه في طريقه لوينترفيل وسيقابل بران، وبران مش يقول له الحقيقة، يقول له أنه أنت يا جون ماكش جون، أنت إيجون وكذا وكذا. سيعرف الحقيقة. كيف سيتصرف؟ بهذه المعلومة أصبح جون هو الوريث الشرعي للعرش الحديدي، الأيرون ثرون، وليس دينيريس، أنه هو ابن ريجور تارجيريان الوريث الشرعي السابق. هذا أهم شيء. كيف سيتصرف بهذه الحقيقة؟ هل طموحه سيكبر ويصبح يطمع في العرش الحديدي، خصوصا أنه الآن ملك الشمال، الوريث الشرعي من عائلة تارجيريان وأيضا من عائلة ستارك، لديه دعم ستارك من جهة والشمال كله، وأيضا دعم الريفرلاند وعائلة التالي، ولديه أيضا دعم الفيل مع انكشاف حقيقته أنه تارجيريان. سيكسب أكيد دعم الكثير من العائلات الأخرى، وسيصبح لديه الحق الشرعي الكامل في العرش، وبهذه الحقيقة سيلقى دعم ويستروس كاملة، خاصة أنهم كرهوا حكم اللانستر، وأظن أنهم إذا عرفوا الحقيقة سيقفون معه. كيف سيتصرف جون بهذه الحقيقة؟ هل سيفتح الصراع مع دينيريس التي للتو ركع لها، أيضا أقام معها علاقة دون علمه طبعا أنها عمته، وهي أيضا تعرف أنه ابن أخوها؟ كيف سيتصرف الاثنان في المسألة؟ نعرف أن التارجيريان عندهم عادة زواج من الأخوات، يعني في عرف التارجيريان هذه مسألة ليست عيب، عادية لحفظ الدماء الملكية في العائلة، لكن لم يرد علاقة بين مثلا العمة وولد خاها، عرفنا في تاريخ التارجاريان المكتوب في القصة في الكتاب. أيضا هذه المسألة مرفوضة في ديانة ستارك الأولد جودز وديانة السيفن أيضا الذي يؤمن بها باقي وستروس. هذه أسئلة كثيرة سنعرف إجابتها في الموسم الأخير أكيد. ماذا يعرف بران؟ بران أصبح لديه في مخه أرشيف فيديو لكل تاريخ العالم الماضي والحاضر، كل مرة يقطر علينا بمعلومة تغير مسار القصة، لكنه لم يقل لنا كل شيء بالتأكيد. شنو آخر مخبيه علينا يا بران؟ من هو النايت كينج ومن هم الوايت ووركرز؟ في المرتبة الأولى والسؤال الأهم واللغز الأكبر في المسلسل، من هم هؤلاء الكائنات الغريبة؟ كيف عاشوا وماذا فعلوا؟ أخونا بران أعطانا معلومة قيمة كثر خيره، أنه نايت كينج صنعوها أطفال الغابة بسحرهم قبل 8000 سنة في حربهم ضد البشر، ثم خرجوا عن سيطرة أطفال الغابة Children of the Forest، وحصل الشتاء الطويل والحرب الكبرى الأولى، وأنا لا أعرف حتى ماذا حصل، هل خسر الوايت ووركرز أم صارت صفقة ورجعوا وبني الجدار وبقي وراء الجدار 8000 سنة قبل أن يقوموا الآن. لماذا قاموا الآن وليس طول هذه المدة؟
ماذا كانوا يفعلون طيلة هذه مدة 8000 سنة؟ مش مدة قصيرة. وين كانوا؟ كيف كانت حياتهم؟ لماذا لم يشاهدهم أحد مدة هذه الآلاف السنين؟ حتى الناس كلهم ظنوا أنهم أساطير. حتى أهالي الشمال، شفنا نيد ستارك عندما الديزرتر من نايت واتش اللي أعدموا قالوا هناك وايت ووركرز، قال الوايت ووركرز خرافة وكذا وكذا. يعني الناس صدقت أنها خرافة، أنها أسطورة، نسيوا خطر الوايت ووركرز. هم الخطر الأكبر لويستروس الآن والعالم، وهو الحرب الكبرى ستكون ضدهم، والأعداء تحالفوا لأجل محاربته. نكونهم أقل ناس نعرف عنهم معلومات سواء في المسلسل أو الكتاب. صار الوقت الآن لنعرف المزيد عنهم وماذا يريدون، ماذا هدفهم، ماذا كانوا يفعلوا. وقت باش نعرفوا معلومات عن هؤلاء الوايت ووركرز والنايت كينج طبعا. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والشير. إذا هناك أسئلة أخرى خطرت في بالكم تريدون اكتبوها في التعليقات. إذا تلمت أسئلة كثيرة ممكن نعمل لها فيديو ثاني. ولا تنسوا الاشتراك في هذه القناة.